السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير، يا رب كده تكونوا بخير وبصحة. النهاردة هنقدم مع بعض كده وجبة سريعة خفيفة، إيه ظريفة، إيه بتدفي كده في الشتاء، حلوة جدا جدا وسريعة قوي قوي. يعني ما بتاخدش بإيدك 5 دقايق وما بتاخدش على النار يا دوبك 5 دقايق، بتعمليها حلوة جدا، بتدفي كده وبجد حلوة وطريقتها حلوة وسهلة خالص خالص. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة الرز بطريقة كده بسيطة، طريقة سريعة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف مع بعض بقى شوربة الرز الجميلة اللي بتدفي الحلوة قوي قوي دي اتعملت ازاي، الطريقة والمقادير. يلا بينا. جبنا كده معلقتين من الزيت وحطيناهم على النار، ولما سخنوا قمنا حطينا فيهم بصلاية صغيرة كده، يا دوبك تاخد يعني ما تتحمرش قوي، يعني يا دوبك تاخد تقلبتين كده. بسم الله. بعدين هنجيب مكعب مرق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى ملح، فلفل، ونحط ميه سخنه. دلوقتي احنا سيبنا الميه لما غلت، وجبنا بقى كوبايه من الرز الابيض، غسلناها كويس، وهنقوم حطيناه على الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبه بقى مع نفسه. كده الرز بتاعنا يا حبايبي استوى اهو، ان شاء الله. شايفين الجمال؟ طعم طعم بجد. حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه، ما بياخدش وقت خالص خالص، كمان جميل كده وبيدفي في الشتاء في البرد اللي احنا فيه ده. حلو قوي قوي. كده بقى انا هنزله واقدمه.
روعة. ايوه كده حبايبي، شوربة الرز بتاعتنا اهي ما شاء الله. بصوا يعني بجد جميلة جدا جدا، حلوة قوي قوي، قوامها جميل. ولو حبيتوا يعني القوام يبقى يعني إيه سايحا كده مثلا، ممكن تحطوا لها ميه سخنة. ده فلفل على فكرة يعني. شايفين الجمال ما شاء الله، حلوة قوي قوي بجد. بتتعمل بسرعة جدا بقى، وليمونة كده تعصروا ليمونة عليها بقى كده اذا حبيتوا يعني. حلوة حلوة جدا جدا. وكده الفيديو بتاع النهاردة خلص. فيديو سريع كده على يعني سريع جدا، ما بتاخدش وقت ابدا ابدا. شوربة الرز دي ما بتاخدش وقت خالص، لكن بتدفي قوي قوي في الشتاء اللي احنا فيه ده. بجد روعة، يا ريت تجربوها يعني هتعجبكم قوي قوي. وبكده الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص، واشوفكم يا رب كده في فيديوهات جاية كتير كتير كتير. واشوفكم يا رب كده على خير دايما. واقول لكم لو ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا في القناة، وتفعلوا لي زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. واشوفكم يا رب كده دايما على خير وبصحة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.